وين مدينة الشعر التونسية عفيف السمعلي اللي طلع عبر برنامج أويكاد معك. أهلا وسهلا ومرحبا بك عفيف. مساء الخير، مساء الورد، مساء الفل والياسمين على شعرة نابل. يعيشك عفيف، وقت اللي نستقبلوك لازم نسمعوا منك أول حاجة القصائد نتاعك الحلوين اللي جيتنا بهم من نابل، هكا ولا؟ يعيشك. تفضل نسمع القصيدة الأولى. قصيدتي بعنوان نيفرتيتي. وسرت إليك أرسم فراشات على شفتيك وأرتديك ديثارا يغير تواريخ زماني ومكاني. أقبل تبعثرك على جزر الروح زلالا تسكرني أطياف الكلمات. رذاذ الورد يهفو إلى وجنتيك. المياه تعاود نبعها تناغي الذهول. تترددين على عرش القلب نيفرتيتي. اقتفي من شفاه الحلم نبوءات همس أخناتون تحت جلدها وألغى قوانين أمون. غفى جفنها فتدلت دالية وكروم من عقيق. عناقيد ترسم بضيائها لهفة ميلاد جديد. أخناتون يراقصني الفالس. ارتبك حين تعانقت النظرات. أشعل ورق البردي. تاهت في السدي سكرة الغيوم. تجاوزت أنفاس الشمس تأشيرة لنيسان. أغامر أو أغادر الرحيق. أخناتون قمة الحلم. تدثر بلحاف التيه وارتشف آخر الزهرات. صرخ في وجه الصمت نيفرتيتي نيفرتيتي تعالي نبتدئ الطريق. نيفرتيتي يا زهرة لوتس تفتحت وقت الهجير. يا حبات الفل ونغمات الوسن. يا جذع نخلة تهزني لحظة الميلاد. تساقط بلحا أحمر الشفتين واحة نسيما دفء البلاد. سآتي أحمل كل خيالاتي وخيلائي وأسكبها ريقا يجري على ذياك البريق. لما كل هذا الاشتعال يا ملكة الورود يا رقيقة العطفات؟ أخشى نجومك. أخشى تسلل الثلج بين جوانح الدفء. دثريني ضميني إليك. أحرقيني على شفتيك. تمددي غيمة فوق جناحي. أريني كواكبك. اسقيني نبيذ هواك. أظليني تحت سماك. شكرا لك عفيف السمعلي الشاعرة. أنت عفيف شاعرة وكاتبة تونسية تهتم بالشعر والقصة والرواية، واسمعنا منك توا قصيدة حلوة برشا. ما بين الرواية وما بين الشعر وين تلقى روحك أكثر؟ في القصيدة. علاش؟ لأنه القصيدة كانت هي البداية وهي اللي فتحت لي المجال للقصة والرواية. يعني فما اختلاف كلي ما بين شخصية عفيف الشاعرة وشخصية عفيف الكاتبة؟ والله لا هي نفس الشخصية. كما ذكرت القصيدة هي كانت البداية اللي خلتني نكتب الرواية الشعرية، اللي خلت أنك تكمل عفيف. لأنه الرواية هي تلقى مساحة أكثر باش تكتب، باش تعبر على أفكارك بطريقة أوسع وأفكر وأكثر وصور أكثر. علاش عفيف تأخرتي شوية حتى وصلتي للناس وأصبح اسمك توا شوية متداول على الساحة الشعرية التونسية؟ والله لأنه مجتمعنا أكثر مجتمع رجالي في الشعر. والله لا، تو أنا المسيطرين أكثر الرجال في الشعر. مثلا أنا اسمي معروف خارج تونس أكثر من تونس. علاش بديت خارج تونس قبل ما تبدأ في تونس؟ هي صراحة يعني كي تذكر عفيف السمعلي معروفة حتى على الكتب نتاعي أنا، حتى في الترويج في تونس ما فهمش ترويج. كتبتي أنا وصلوا لعدة أماكن، موجودين في شارع المتنبي في بغداد،
في مش موجودين في شارع تونس؟ موجودين في نابل، في بعض المكتبات في نابل. فقط. منين التقصير، منك والا من والله هي ما الصراحه سعيتش انك تعرف بروحك في تونس قبل ما تعرف؟ لا والله لا، انا نحضر في عده امسيات وملتقيات في تونس بشكل كبير، يعني انا عضو في اتحاد الكتاب التونسي، يعني يمكن التعليم اخذ منك وقت برشا هكا ولا عفيف؟ والله شوي شوي. عفيف، زخات ومطر، هذا هو ديوانك اللي اخر ديوان هكا ولا؟ هذا الديوان الثاني. اكثر تفاصيل على ديوانك الثاني؟ ديواني الثاني هو عباره نقله، يعني نوعيه مختلفه عن الديوان الاول، بحكم انه الديوان الاول هو عباره عن باكوره اعمال الصبا، فكان الديوان الثاني نقولوا اكثر نضج. وظفت فيه يعني اعطيت فيه للقصيده النثريه ملامحها الواضحه والحقيقيه واللي تعبر عليك. قريبا باش يصدر لك ديوان جديد، اكثر تفاصيل على ديوان اللي ان شاء الله. عندي ديواني ان شاء الله عن قريب اخر افريل، اسير على العرش، وديوان موسم البنفسج باذن الله، وروايتي باذن الله يعني فخرة في نهاية هذه الأيامات قدرت الله في بغداد، يعني تصدر لي من هناك. شكرا ليك عفيف السمالي اللي جيتنا من نابل. حبينا أنه أطلتك اليوم في ويكاند ما تكون شعرية، حبينا أنه نتعرفوا عليك، يعطيك الصحة. شكرا لك على الحضور. شكرا. مواصلين معكم المشوار.